السيف ناحية راسه وبيقتله وبيضحك وبيقول أنا نجحت. ولكن الوحش بيعافي نفسه وبيقطع دراع سونغ وبينصدم سونغ من اللي حصل وبيحس بوجع كبير، وشكلها هي دي اللحظة الأخيرة. لو ما شفتش الجزء الأول من حكاية سونغ روح شوفه، علشان اللي شفته حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. فاعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك علشان نوصل 20,000، وانا واخدها تحدي بيني وبين نفسي اننا نوصلها في اسبوعين وبس، وانتوا رجالة وقد التحدي. ويلا بينا نبدأ وبنكمل باقي الحكاية. وسونغ بيكون مستخبي في الغابة وبيقول ان في العادة لما بيكون حراس جنب القبيلة بيكون في صياد، وانه من الصعب انه يهزم صياد. ولكن المشكلة الأكبر إن في كتير منهم، وإن من أجل هزيمة الأورك لازم أكون فريق، والفريق ده يكون من الرتبة إي علشان تتأكد إنك مش هتموت. طيب وأنا أعمل إيه؟ أنا اللي هعمله دلوقتي إني هتراجع وهفكر في خطة بعد كده. وبيفكر سونغ وبيقول وهو بيضحك لقيتها هناك طريقة واحدة من أجل إتمام هذه المرحلة. وبعد كده بنشوفه وهو ماسك نار وبيقول كويس، وبيحط النار في لوحة البيانات وبيخزنها وبيقول كويس ممكن ان ده ينجح. وان مع ان الاورك بيشبه الوحوش ولكنهم في الحقيقة بيقعدوا في مجموعات، بيعيشوا في مجموعات، وان الصيادون بيصطادوا في النهار، وانهم هيرجعوا بعد شروق الشمس، وان الطريقة الوحيدة لإكمال هذه المهمة مع الصعوبة وان صعب جدا انه اصلا يفوزهم هي النار. وبنشوف قبيلة الأورك. وبعد كده سونغ بيكمل كلامه وبيقول إنه وفقا لمعلومات النقابة إن حراس الأورك بيفضلوا مستمرين في الحراسة ومش بيوقفوا أبدا، وإنهم بيرجعوا للقرية من أجل الطعام والراحة. وسونغ بيرمي النار وبيمسكها وبيرميها على القبيلة وبتحترق، والأورك بيخافوا كلهم وبيقولوا أنقذونا أنقذونا، وبيمسكوا جائدة المية وبيكبوها. وبيقول سونغ لو انا احرقت القرية دي مش هحتاج ان انا اقاتل الصياد الراجع من المهمة بتاعته، وقبل اي حاجة لازم اقتل اي محارب. وبنشوف الاورك وهما بيكبوا المية، ومرة واحدة سونغ بيهجم على واحد فيهم وبيقتله، وبتقوله لوحة البيانات الميزة المستدعي الفاتف تم تفعيلها، هل عايز انك تمتص روح الاورك نعم او لأ؟ وبيقول سونغ ده اللي انا كنت عايزه اصلا، وبيوافق. وبتقوله لوحة البيانات لقد امتصصت روح الاورك ووصل اتقانك الى هذه المهارة 9%. وبتدخل الروح فيه، ومرة واحدة بيظهر اورك من وراه وبيكون كبير جدا، وسونغ بيبص وهو مصدوم وبيقول ان هو ده الحارس، وبيهجم عليه بسرعة كبيرة. وبيقول سونغ امتصاص، وبتقول له لوحة البيانات باستعمال الأرواح المخزنة سوف تزيد كل إحصائياتك. القوة تزداد بمقدار 4، الرشاقة تزداد بمقدار 2. وبيبص سونغ وهو كل هدفه إن يقتل الوحش. وبعد كده بنشوف إن الغابة كلها اتدمرت، وسونغ بيكون واقف وبيمتص روحه، وبيكون الأورك الكبير مات. وبتقول له لوحة البيانات تم تفعيل مهارة الشفاء السريع. وبيقول سونغ كان هيكون الأمر خطر لو أنا ما خدتش حذري. وبتقوله لوحة البيانات باستعمال الأرواح المخزنة سوف تزيد كل إحصائياتك، قوة التحمل زادت بمقدار 4. وبيقول سونغ وهو مصدوم الحارس ده سبب إن قوتي تزداد في مقدار التحمل، وإن القوة زادت بمقدار 2 لأنها كانت 2% ودلوقتي 4، والرشاقة زادت ب3%، وإن لو كان حصل كده فهيكون قتال الحارس أصبح سهل. وبعد كده بنشوفه والغابة كلها محروقة من وراه، وسونغ ماشي في طريق واحد، والوحوش كلها مصدومة منه وبتقول هو ايه اللي بيحصل. وبيقول سونغ 3 عمال وحارس والقائد بتاع قبيلة الأورك كلها بيظهر له القائد. وسونغ بيهجم على الوحوش اللي جنبيه وبيقتل أول واحد، وبيبص وهو هدفه واحد وهو إنه يعيش وإنه لا يستسلم أبدا. وبيفضل يقتل واحد فيهم، وبيضربه وحش من الأورك قوي جدا وبيصد ضربته بالدرع اللي اشتراه. ومرة واحدة الحارس بيختفي، وبيقول سونغ إن الحارس طارق رئيس القبيلة، وإن شكله كده ساب حراسته، وإن ده معناه حاجة واحدة بس، إن هو اللي كان بيمنعه، وإن أخيرا المهمة هتبقى سهلة. ومرة واحدة سونغ بيهجم عليه وبيمسك السيف وبيقتله وبيقف على الوحش. ومرة واحدة زعيم القبيلة بيهجم عليه وبيضربه بالنار، وسونغ بينصدم
ولكن بيصدها بالدرع. وبيضحك زعيم القبيلة ليه، ولكن زعيم القبيلة أصلا ما يعرفش إنه لسه عايش. وسونغ بيقف وبيبصله وبينصدم زعيم القبيلة وبيقول إيه اللي بيحصل؟ وبتقوله لوحة البيانات تم الحصول على لقب الشخص الذي تحمل اللهب. مهارة تحمل اللهب من الرتبة F تم الحصول عليها. وبيروح لسونغ ومرة واحدة بيمسك السيف وبيصيبه وبيقطع ايده. وزعيم القبيلة بسرعة بيجري للخيمة بتاعته، وسونغ بيروح له وبيقطع الخيمة وبيشوف منظر مستحيل انت تتخيله، منظر بيصدمه حرفيا. بيشوف زعيم الأورك وجنبيه ولاده وهما الاتنين بيعيطوا وخايفين ان ابوه يموت. والولد الصغير بيروح لسونغ وبيترجى انه ما يقتلش ابوه وبيقعد يعيط. وبيقول سونغ هو انتوا كمان عندكم أسر؟ وبيعيط وهو بيفتكر الماضي الحزين اللي حصل له، وبيفتكر اللي حصل في الماضي وان ابوه بيقول له يا سونغ اهرب يا سونغ قبل ما تموت. ولكن الوحش هيفضل وحش يا صديقي. الولد الصغير كان حاطط سكينة من وراه ومرة واحدة بيطلعها وبيهجم عليه، وسونغ بيمسك السيف وبيقتله وبيقول العبط ده، حتى لو أصبحت شبحا فسأقوم بقتلك، سأجزع جذورك. وبيهجم عليه زعيم الأورك وبيكمل وبيقول سأقتل الوحوش جميعا وبلا استثناء. وبتقول له لوحة البيانات تهانينا لقد انتهيت من الطابق الثاني من برج الاختبارات. وبيقول سونغ انا من دلوقتي ما اقدرش ان استخدم الدرع وان انا عشت بسببه. وبيستخدم لوحة البيانات علشان يعرف ايه اللي بيحصل، وبينصدم من اللي عرفه ان مات نص الاعضاء اللي دخلوا الاختبار وان دي حاجة صعبة جدا. وبيبص على موقع التواصل الاجتماعي اللي في البرج وبينصدم من اللي عرفه. بيقول اتنين من الفريق كيم شيون انظر إليه لقد قتل نصف الأعضاء. فبيرد التاني وبيقول له مع قسيمة سؤالي وجدت طريقة للعودة إلى الأرض. وبينصدم سونغ من اللي عرفه إنه إزاي هيقدر يرجع للأرض، وبيفتكر إن في أداة في لوحة البيانات اسمها المعلومات واللي بتعرفه كل حاجة. وبتقول له لوحة البيانات الرجاء كتابة أسئلتك، تم رسالة الأسئلة المكتوبة بالكامل، سيقوم الوسيط بإرسال رد في كل مرة تدخل فيها طابق جديد ستتلقى قسيمة واحدة. وبيقول سونغ هو أنا أقدر إن أنا أستخدم القسائم الخاصة بي اللي أنا بقدر أفوزها من الطوابق؟ وبيكمل وبيقول من خلال تحول جو غرفة الدردشة بشكل طبيعي إلى مكان لمشاركة ما تم إيجاده. أخذ جميع هذه التفاصيل الصغيرة هي النقطة الأساسية، وإن في حجر عودة مؤقت للبيع يمكنك استخدامها للعودة إلى الأرض لبضعة أيام قليلة، يعني أيام قليلة جدا، حوالي من 2 ل3 كده. والأداة دي تقدر تحصل عليها عند إنهاء الطابق الخامس. وكمان في معلومات بتقول إنك بعد ما تعدي الطابق السابع اللي هيحصل توسع شامل للنظام ويتم بيع العناصر التي يمكن أن تجعلك تعود إلى الأرض بشكل دائم. يعني أنت بعد الطابق السابع بيقولوا إن في معدات تقدر إن أنت ترجع بيها للأرض بشكل دائم. وبيقول سونغ هو فرحان لو أنا عدت إلى الأرض أقدر إن أنا أصبح صياد من الفئة A. وللمعلومية كده الفئة A هي أفضل رتبة. وحاجة كمان أنا كنت عايزة أقولها لكم إن سونغ أصلا يعتبر لسه في البدايات، يعني هو أصلا في عالم الأبراج هو يعتبر مبتدئ، يعني هو حاليا مبتدئ أصلا، ولكن بقى هو لو وصل لعالم البشر فحرفيا هيفشخ الكل، يعتبر محترف جدا يقدر يهزم أي حد. فدي معلومة برضه كنت عايزة أضيفها علشان كله يعني يفهمني إزاي سونغ كان بيتكلم. تمام، ويلا بينا نكمل. وبتقوله لوحة البيانات على قوته الجديدة وهي 65% والباقي معلوماته. وبيقول سونغ هو مصدوم لو أنا عندي القدرة دي في الأرض وقوتي الجبارة دي فهتكون عملية الاحتيال كبيرة، وأنا لسه أصلا في الطابق التاني ده اللي كنت لسه بقول لكم عليه، وإن عشان أوصل للطابق السابع طريق طويل. وبيقول سونغ خلينا نبقى إيجابيين شوية، الإحصائيات اللي كانت زمان قليلة جدا أو تكاد تكون أصلا منعدمة هي الآن في المتوسط وتتجه نحو 20. وبتقول له لوحة البيانات على قوته، القوة على التحمل 15، القوة 18، القوة السحرية 7، الرشاقة زائد 5 و14، السمة الفريدة استحضار الأرواح الفئة F، المهارة التعافي السريع زائد E، مقاومة النار F، مقاومة الألم B. وبيقول سونغ أول حاجة اللي أنا هعملها إن أنا حصلت على 5 أرواح من خلال وضع حياتي على المحك
خلينا دلوقتي امتص الارواح دي. وفعلا بيعمل كده، وفجأة لوحة البيانات بتظهر له مرة تانية وبتقول له القدرة على التحمل 25، القوة 27، القوة السحرية 13، الرشاقة 28، السمة الفريدة استحضار الأرواح الفاتي اف، المهارة التعافي السريع زائد اي، المقاومة النار، مقاومة النار الفاتي اف، مقاومة الألم بي. وبيقول صرخ وهو مصدوم أنا حاسس بالقوة، وبيتحرك بسرعة جدا، وبيقول هو ده اللي أنا سمعت عنه، عالم ما بعد البشر، واللي هو عالم البرج. وللتوضيح كده يا جدعان، بصوا هو البرج ده أصلا عالم ما فيهوش البشر، يعني عالم حاجة زي جوه لعبة تانية. فهو دلوقتي يعني بيحاول يرجع لعالم البشر أو كده، يعني بيحاول يثبت نفسه من جديد. تمام، ويلا بينا نرجع. وبيقف مرة واحدة وبيكون خبط في الحيطة وبيقع على الأرض، وبيقول بسبب قوتي الغير المتوقعة قوتي الجسدية بقت جنونية. وبتقول له لوحة البيانات أنت الآن في المتجر، لقد قمت بشراء درع الشجرة الكبيرة الميتة سالب بي، تم خصم 2100 من نقاطك. وبتعرفه ايه هو الدرع ده، درع الشجرة الكبيرة زائد بي، درع صنعه ساحر أسود من شجرة كبيرة ميتة. لما قوتك تنتهي على التحمل بتزيد مرة واحدة. وبيشتري حاجة كمان وهو السلاح، واسمه خنجر فولاذي أسود، وقوته سرعة التفاعل 5%، سرعة الهجوم 10%، وهو خنجر مصنوع من الفولاذ يمتص السحر الأسود. وكمان بيشتري جاكيت، واسم الجاكيت ده الرداء القاتل، وهو ملفاء بيه، وإن جميع حواسه سالب 10%. وقوته عندما يكون معدل خفة الحركة أقل من 50 هتزيد إحصائياتك بمقدار 5، وبتزداد سرعة الحركة لمدة دقيقة واحدة بس، وفي تباطؤ للحركة لمدة 24 ساعة. حرفيا يا جدعان الجاكيت ده جامد. وبيقول سونغ أنا مع الوقت هتدرب على الحاجات اللي اشتريتها. ومرة واحدة بيتحرك بسرعة البرق وبيمسك السيف وبيقول وكمان أنا هصبح قويا جدا بحيث لا يستطيع أحد الاقتراب مني. وبينتقل لبوابة وبتقول له لوحة البيانات لقد دخلت الطابق الثالث من برج الاختبار. برج الاختبار اختيار الصعوبة الصعب، موضوع هذا الاختبار هو المبارزة. وبيبص سونغ وبيقول ان ده كهف. وبتقول له لوحة البيانات بعد 10 ثواني سيدخل حارس الظلام، وهو ده الشخص اللي هيتحداه في القتال. وبتقول له الوقت المتبقي حتى يدخل حارس الظلام 5 ثواني. وبيقف سونغ وقفة استعداد وبيقول زي الغلة من الرمال ممكن انه يجي من اي حتة زي اللي حصل، خلينا احنا نستعد الاول. وبتقول له لوحة البيانات 3 2 1، وبتقول له حارس الظلام يدخل. ومرة واحدة بيجي من ورا سونغ وبينصدم سونغ وبيطعنه ببطنه وبيضحك ضحكة خبيثة، وسونغ بينصدم من سرعته. وبتقول له لوحة البيانات المطلوب منك انك تهزم حارس الظلام الشبيه لك. ومعنى الشبيه ليه انه شبيه ليه في كل حاجة، في قوته وفي سرعته وكل حاجة. وبيبص سونغ عليه وبيضربه برجله، وبيبص له وحش الظلام بمنظر مرعب وبيضحك له في وشه ضحكة كلها خبوث. وبيكون سونغ خايف وبينزل عرق، وبيقول ان هو قام بتنشيط مهارة التعافي السريع اللي اكتسبها، ولو ما عملش كده كان زمانه مات. وبيركز في حاجة واحدة وبيقول ازاي بيقلد حركاتي، وهل هو فعلا بيعمل كده ولا انا بتخيل؟ لازم اتاكد الاول. وبيقول انا هعرف كده بمجرد ما انا ابدا القتال معاه. وبيهجم عليه بسرعه كبيره، والوحش بيضحك له وبيتفادى ضربته، ولكن برضه بيقدر يسيبه وبيأذيه. وبيكون سونغ مش فاهم حاجه، وان الوحش برضه بيتعافى. وبيضحك سونغ وبيقول انا افتكر برضه انه بيستخدم مهارة الشفاء. والوحش بيهجم عليه، ومرة واحدة سونغ بيلاحظ حاجة وبيقول أنا كنت عارف كده، الوحش ده بيقلدني. والوحش بيعمل بالسيف ولكن بيتفاداها وفي نفس الوقت بيضربه برجله وبيتحرك عليه بسرعة كبيرة. وبيقول لو هو كده فأنا أقدر أستغل نقاط ضعفي في القتال بالسيف وأقدر أهزمه. وبيتحرك بسرعة كبيرة جدا وبيوصل له وبيقعد يضرب فيه في السيف، والوحش بيصد ضرباته. وبيقول سونغ هو ده اللي أنا كنت عايزه. ولكن مرة واحدة الوحش بيوجه للسيف ولكن بيقدر يصدها. وبيقول لحظة هو ايه اللي بيحصل؟ والوحش بيتحرك له بسرعة كبيرة وبيروح له. وبيقول سونغ الحاجة دي ما كانتش بالصدفة، هو قدر انه يبقى اقوى مني في الوقت القصير ده. وبيرجع الوحش لورا وبيبصله نظرة كلها حقد، وسونغ بيستخدم قوته وبيبصله بنظرة استعداد. وبتقول له لوحة البيانات
رداء القتال، لقد قمت بتنشيط تأثير الفترة. تم زيادة سرعة الحركة بنسبة 15. وبيقول سونغ أنا مقدرش أتراجع عن اللي أنا عملته، أنا دلوقتي محتاج إن أنا أقدر أقتله في دقيقة واحدة بس. وبتقول له ريحة البيانات الوقت المتبقي 59 ثانية. وبيهجم عليه بسرعة كبيرة وبينط من فوقيه، والوحش بيضربه ولكن بيصد ضربته وبيقطع دراعه، وبيوجه السيف ناحية راسه وبيقتله، وبيضحك وبيقول أنا نجحت. ولكن الوحش بيعافي نفسه وبيقطع دراع سونغ، وبينصدم سونغ من اللي حصل وبيحس بوجع كبير، وشكلها هي دي اللحظة الأخيرة. وبيقول سونغ الأمر لسه مخلصش، والوحش بيبصله وبيبصله سونغ وبيقول هو لسه متحركش. حتى لو كان الوحش ده ليه مهارة شفاء لازم يقعد الوقت فترة علشان يتعالج، وإن هي دي فرصتي علشان أقتله، ولكن أنا أعمل إيه ومفيش سيف أصلا. وبتقوله لوحة البيانات زيادة سرعة الحركة بنسبة 15%، الوقت المتبقي 11 ثانية. وبيروح لسونغ وهو ماسك الدرع وبيقول ممكن اللي أنا أعمله ده يبقى حاجة جنونية، ولكن من الأفضل إنك تحاول علشان تعيش أفضل من إنك تموت بدون مقاومة. وبيجري بسرعة ليه وبيضحك للوحش، وسونغ بيهجم عليه بسرعة والوحش بيمد ايده ليه، وسونغ بيقرب أكتر وبيضربه من ظهره، والوحش بيقع في الأرض وبيكون شكله مرعب، وشكلها هي دي اللحظة الأخيرة. وبيقول له سونغ موت، وبيمسك الدرع وبيضربه بيه وبيقدر يقتله. وبتقول له لوحة البيانات تحديدا لقد قمت بإنهاء الطابق الثالث من برج الاختبار.